النهارده مشاهدينا بنلتقي معاكم والجزء الثاني اللي بنتكلم فيه عن كتاب روبير سولي الرحله الكبرى للمسله. واللي زي ما قلنا الاسبوع اللي فات كنا بنتكلم فيه عن رحله مسله رمسيس الثاني من الاقصر وحتى ميدان الكونكورد في فرنسا، والترجمه للدكتوره زينب الكردي. والاسبوع اللي فات قلنا كلام ممتع جدا عن هذا الكتاب، وبنستكمل كلامنا مع الباحث الاثري والكاتب في المصريات والتاريخ المصري بصفة عامة والمرشد السياحي طبعا أساسا ضيفنا الأستاذ بسام الشماع. ويمكن عايزين نكمل الجزئية الخاصة بالنقوش اللي موجودة. احنا قلنا إن المسلة بصفة عامة هي تعتبر لوحة تذكارية لصاحبها، فخلينا نتكلم بقى عن هذه المسلة بالتحديد اللي هي بطلة كتابنا. كان مكتوب فيها ايه؟ المسلة في مصر القديمة كانت أداة شمسية لها زي لها الساعة علاقة كده. لها علاقة بالشمس، لها اه. علاقة بالديانة مم. الشمسية، لها علاقة بفكرة البنبن بالهيروغليفي أي الهرم اللي الهريم فوق. اللي اه. فوق، برافو عليكي. واللي كانت الهريمات عامة في مصر القديمة كانت بتغطى بكساء من طبقات الإلكترون، وطبقة الإلكترون دي بتبقى مزيج ما بين الذهب والفضة، فحاجة بتبقى غالية يا جدا، سلام. بتبقى تحفة جدا، ولون وبتبقى فوق غريب كده. ولون اه. تحفة، مم. وكانت قيمة وكانت مم. ثمينة. يعني مم. المعدن ده كان ثمين في مصر مم. القديمة، وكان بيعمل نوع من أنواع الريفلكشن أو انعكاس الانعكاس لأشعة لأشعة الشمس. كان الشمس. بيقال يا أستاذ بسام إن الأهرامات نفسها كانت متغطية كده، يعني الأهرامات كانت مرسومة عليها نقوشات زي المسلات، مم. وبعدين يعني أو هي مطلية ولا البنبن بس هو اللي كان مطلي في البنبن الهرم، قيل والهرم في كان أحد منقوش. اه. في مؤرخين كتبوا على ان الهرم كله ممكن مم. يكون متغطي بالذهب. انا شايف ان دي يعني إيه، واسعة اقتراح فيه شوية. اقتراح فيه مبالغه هو شويه. في الهرم آه، اعتقد لكن التاني البند، في حتة كساء من فوق، لكن هي اللي لكن ده باقية. اه. ده الحجر الجيري الجميل. اه. لكن لكن البنبن ممكن يكون متغطي بكساء من الذهب الابيض، مم. وتكلم المصري القديم عن الذهب الابيض. لكن لو رجعنا هنلاقي ان البنبن بتاع امينيمحات الثالث اللي موجود في المتحف المصري عليه اروع نقوش هيروغليفيه هتشوفها في حياتك، مم. وهو اسود اللون. علشان كده مم. الهرم بتاع امينيمحات الثالث اسمه الهرم الاسود، ذا بلاك بيراميد. وده مم. ليه اسباب تانية هنعمل فيه حلقات اخرى. لكن لو بصيتي كويس على البنبن بتاع المسلتنا النهارده، مم. مسله رامسيس الثاني، مع كمان الهيروغليفيات اللي ايوه. واخده الساق مم. كلها، وموجود في ميدان الكونكورد الان. ولو قارناها بالنقوش اللي موجوده في المسله اللي اتوجدت، واللي الحمد لله الفرنساويين ما لحقوش لم ياخدوها. ينجحوا، مم. كانوا بيتكلموا على مشاكل ماديه، مم. ان العمليه في كانت النقل عمليه ماديه في ومكلفة، النقل. حضرتك قلت قعدت 6 سنين ينقلوا مكلفه، فيها 6 سنين. اه. مكلفه فالحمد لله ان هم يعني مم. افتقروا او حصل لهم مشاكل، على اساس ان هم ما خدوش اللي على الشمال ديت وانت داخل اللذيذ بقى في الموضوع ان هو كان بيقول لك ان النقوش ديت بينت اسماء الملك مم. والقابه، مم. وكمان كثير جدا من، لو انت تحبي تسميها دلوقتي، الدعايه للملك. مم. وكأن المسلة دي هي إلى حد ما البوق مم. السياسي لو تحبي، تمام. والبوق الديني مم. الطقسي، مم. علاقة الملك بالأرض، علاقة الملك بالبلد، مم. علاقة الملك بالعالم، مم. وعلاقة الملك بالشمس، مم. وعلاقة الملك بقى بالمعبد والكهنة والناس. خصوصا ان هو في مدخل معبد، يعني هما مسلتين في مدخل معبد، بالظبط كده. فهي بقى شامله كله، شامله حياته جايب كله. وفرعنته وسياسته هو ما قالكيش مثلا انا وكل في حاجه، السنه وبعدين السابعه الدين. من حكم اه. عملت بدأ في نصوص تانية، اه. او مثلا قادش ان انا عملت، لا ده وراه على طول في منظر اكبر، منظر قادش ممكن ايوه تتخيلوه بتاع ايوه. تحفه. مم. هو هنا ركز في حته الدعايه شويه، فكره انا سيد الارضين، انا مم. ابن يعني مثلا يجي في الهيروغليفي مثلا يروح قايل ايه، انا سارع، مم. سا ابن، مم. رع الشمس. الشمس. جاء برضه في احد النصوص في المسله، في اللي هي دلوقتي للاسف تئن من بروده الغربه في ميدان الكونكورد. انا اكتر حاجه مضايقاني مضايقك في قوي يا استاذ القصه دي، بسام. اه. انت عارفه اه. انا مضايقني ايه؟ مم. مضايقني ان الان تكتب
في المؤرخات وعلى الانترنت يا شباب مصر، خدوا بالكم، مسلة الكونكورد. يا راجل يا راجل، بقى احنا عمالين نقول الولع الفرنسي بالاثار، وانتوا اللي حفظتوا وانتوا اللي تاريختوا وانتوا اللي رسمتوا، وبعدين تيجي تقول لي مسلة الكونكورد. وصلنا للدرجه دي من محو التاريخ؟ لا. برامج زي دي مهمه ليه هتعملوها انتوا في ماسبيرو؟ علشان لو انت مخك في الانترنت شويه وبدات تقرا، هتيجي تقول لي اخبار مسله الكونكورد ايه؟ لا لا، مسله رامسيس الثاني، عشان تنطق اسمه صح كمان. رمسيس ده حاجه ثانيه، لكن برضه نفس القصه، ممكن صح، لكن عايز الصح الصح الصح، رامسيس. وارجعوا في الانترنت، ارجعوا في اليوتيوب على الحلقه اللي انا عملتها مع حضرتك في المتحف المصري، والتمثال بتاع البيبي رمسيس لما كان لسه بيبي. ايوه، اللي كان حاطط ايده في بقه والضفيره وماسك في ايديه النبات. خلاص. وكان هو رع، لان فوقيه في الشمس رع، فوق الصقر الضخم، وماسك في ايديه السو وهو النبات اللي ماسكه في ايديه البيبي، وحاطط صبعه في بقه، فهو رع ماس يعني ابن سو. يعني هو ابن رحم السوق، وهو ماسك السوق اهو، ماسك نبات السوق اللي هو النبات اللي كان ماسكه في التمثال. استاذ بسام، يعني احنا بنتكلم على ان المسله في حد ذاتها هي طبعا شاهد على تاريخ الفرعون اللي كتبها، لكن بعد انتقالها بقى لفرنسا وميدان الكونكورد هي بقت شاهده على احداث وتاريخ فرنسا في بعض من ساعه ما وصلت. يعني هي مكتوب لها ان هي تبقى دايما شاهده على التاريخ. ايه الاهم الاحداث اللي مرت وكانت المسله المصريه شاهده عليها؟ يعني كأن رامسيس الثاني او رمسيس الثاني او رامسيس الثاني كأنه يعني يقول عندما كتب ونحت على هذه المسله: انا سيد الارضين، انا نب طاوي. نب سيد رب، تا رب هنا يعني زي رب الاسره، مش صاحب الارضين. تا يعني ارض، وي اثنين، يعني عايزه تعملي حاجه اثنين في الرؤوس، يعني الشمال والجنوب. هو ولا هو مقصود بيه الشمال والجنوب، بس انا هاخد اللقب ده بقى سيد فرنسا. راح سيد فرنسا، كان سيد مصر وراح بقى سيد فرنسا. سيد الارضين، أيوة يعني بقى سيد مصر وفرنسا. يعني احنا رحنا حطينا البصمه برضه. بالظبط. لكن للاسف الشديد حضرتك، يعني مره ثانيه الغرب بيثبت ان احنا مش لازم ننبهر قوي. يعني انا بس عايز يعني حده الابهار بان سيبها هناك يا بسام احسن، هم بياخدوا بالهم منهم، بس قللوا شويه حده الابهار دي. هم تعظيم سلام، طالما بيحبوا حضارتي تعظيم سلام. اي بني ادم بيحب حضارتي، الا ناس معينه تانية الصهاينه وبتاع ماليش دعوه بيهم، لكن انا مش حابهم حتى لو حبوا حضارتي. لكن من غير كده انا هضرب لك تعظيم سلام لو اخدت بالك منه. ولكن ما حدث لمسله رامسيس الثاني في ميدان الكونكورد، في لا بلاس دي لا كونكورد، لم يكن ليحدث لاثر في الدنيا الا لو كانت قلبت الحكومات كلها، ولكن لم يحدث شيء. ناخد امثله. لما فرنسا كسبت كاس العالم، اتعمل احتفال على اعلى مستوى في باريس. في يوليو 1999 كانت فرنسا مستعده لكل انواع الاحتفالات الصاخبه بعد انتصارها في كره القدم. فتسكع، مش انا اللي بقول، ده روبرت سوليه اللي بيقول، فتسكع 4 آلات روبوت هائله ممثله القارات الاربع في شوارع باريس قبل ان تلتف حول مسله الكونكورد التي غطيت. خدي بال حضرتك بقى، تلتف حوالين مسله الكونكورد دي عاده فرنسيه مصريه عجيبه جدا. فاكرين لما رامسيس بعتوه الموميا بتاعته علشان تتعالج في فرنسا؟ اصدر المسؤولين الفرنسويين الاوامر ان لما مومياء رمسيس او رامسيس تنزل في المطار ويتعمل لها الاستقبال الملكي ويطلق لها الرصاص ويطلق لها البنادق وتمشي التابوت بتاعه يمشي وفي كافه الاحتفالات، والجيش الفرنساوي يضرب له تعظيم سلام، وهو رايح علشان يتحط في الحته اللي هيتعالج فيها، اصدرت الاوامر ان تعبر العربه في بلاس دي لا كونكورد وتعبر بالمومياء بتاع رامسيس الثاني امام مسلته
لكي يشعر بالألفة. يجي يسلم على الجزء اللي اتاخد منه. ان هم عندهم حتى احساس يعني ممكن يكون يعني خرافي او اسطوري، ولكن فكره ان هو فعلا هم واخدين حاجه مش بتاعتهم، منفصله عن ارضها وعن تاريخها. طب نرجع لحكايه نرجع الاحتفال لكأس اللي العالم. بيقول لك كانت تغطيه المسله، خلاص غطوا المسله في الحفله التي غطيت، برافو عليك، التي غطيت لهذه المناسبة بنسخة عملاقة لكأس العالم. يبقى المسلة اتغطت بنسخة لكأس العالم؟ لا لا، انت مش بتلعب كورة مع رمسيس، ده أثر من 1200 هم نفسهم قبل الميلاد. وصفوها بانها طعنه. هو ذات نفسه بالظبط كده طعنه. روبرت سوليه. عشان كده انا بقول لك في الحلقه لو الساده المشاهدين رجعوا للحلقه الاولى هتشوف ازاي انا بقول لك روبرت سوليه رغم انه مش عالم اثار، ويمكن هو ده اللي كان حلو فيه، ان هو ما رضخش تحت ضغط ان كل حاجه تمام في فرنسا وفرنسا واخده بالها من الاثار بتاعت مصر. لا. طب خلينا نسأل سؤال هنا، يعني هو ما فيش مثلا لجنة متخصصة في مصر عن الآثار اللي خارج مصر ان هي تتابعها وتراقبها وتشوف حالتها وتشوف تواجد البيئة حواليها ايه، هيبقى في تأثير مع التغيرات المناخية؟ ما فيش حاجة زي كده؟ فاكرة لما جم يشيلوا التمثال بتاع رامسيس تاني من الميدان عشان يرجعوه مترهينة، كانوا هيودوه في بجانب ميدان الرماية علشان يحطوه في المتحف المصري الكبير لما يفتتح. هو كان في فكرتين، ان هو يتحط قدام ولا يرجع مترهينة مكانه الاصلي. حطوه دلوقتي من ساعتها على فكره، ومن ساعتها هو فوق العربيه اللي انتوا شفتوه عليه على فكره، لسه فوق العربيه هياخد 6 سنين زي بتاعت المسله. كويس. في جمله بيقولها سوليه هنا، هو بيقول لك ايه؟ اوكي، ما حدش راح قال ان المسله اتكسرت، ما حدش قدم بلاغات، ولكن وان كان قد ترك بعض الخدوش واثار الخبطات. ايوه، كارثه مكرره. ده يعني انت زي ما حضرتك بتتكلم، يعني ده كانها وثيقه، كتاب متالف كانه وثيقه. انا عشان كده بقول لك انا في حاله عشق مع الهيئه المصريه العامه للكتاب، يعني هي فعلا بتطلع عن الحاجات دي. ما كنت لا اعلم انا عن هذا، صح، لان انا كمان انا لا اقرا الفرنسيه. هذا الدرع الثقافي في مصر فعلا يعني. بصراحه الواحد بينتقد، لكن لما بتبقى في حاجه حلوه بيقولها. تسلق ألان روبير المسمى بالرجل العنكبوت المسلة حتى أعلاها، ووقف بأرجله وبقدميه على البنبن عاليا. ايه الرجل العنكبوت ده؟ في واحد اسمه ألان روبير بيتسلق ضد قوانين العالم، بيتحدى ومن غير ما ياخد نزول ولا حاجة يروح متسلق أي حاجة عالية. هو راجل كده اسمه ألان روبير، ده مشهور جدا على النت والدنيا مقلوبة. خلاص. يجي مثلا على ناطحة سحاب يروح طالع، البوليس بقى مستنيه تحت بقى لما ينزل ويقبضوا عليه. مش يعني هو عاملها بمزاجه هو كشهره ليه يعني. وعمل ده مش عارف مع مين ومع مين، والمسله خدت نصيبها. اخذت نصيبها. كيف يتم التصريح لألان روبير من جهه المسؤولين الفرنسويين انه يضع قدميه داخل الهيروغليفيات، لان هو عشان يطلع علشان لازم حاجه متفرغه. بالظبط كده. فكان النحت بتاع لغايه لما يوصل بيستخدمها عندما وصل في اعلى المسله البائسه يا عيني، راح حاطط رجله فوق البنبن ورفع ايديه ذراعيه الاثنين وكانه ينتصر على رامسيس الثاني. عاجبني روبرت سوليه ان جايب صوره لهذا التسلق لألان روبير، وانا لما دخلت شفت الفيديو على النت اكتشفت لك ان في 2-3 بوليس واقفين تحت بالعربيه الفرنسويه المشهوره بتاعت البوليس بتاعتهم دي، مستنيينه بس لما ينزل، بس واخدينهم بعد ما نزل والناس صورته وبتاع مش عارف ايه.